ايه هو احسن نوع كرياتين انا جربت 3 انواع كرياتين مختلفين، ودول ال3 انواع اللي جربتهم. بالنسبه للكرياد، اول نوع جربته كان من ماسل اد، وهي شركه امريكيه كويسه جدا. لاحظت الفرق بعد استخدامه لمده شهر، بس ما كانش فرق ملحوظ قوي. بالنسبه لتاني كرياتين جربته كان الجولد، والكرياتين ده كان كويس جدا، وسرعه الذوبان بتاعته في الميه كانت حلوه. بالنسبه لتالت كرياتين جربته كان من بيورجانيك، وبيورجانيك دي شركه مصريه، وده متسجل في الهيئه القوميه، وده كان من احسن الكرياتين اللي انا جربته لحد دلوقتي. فانا لو هرشح لك حاجه هرشح لك كرياتين بيورجانيك، ده من احسنهم حرفيا. والكرياتين مفيش منه مصري ومفيش منه اجنبي، الكرياتين بيتصنع في الصين وبيتصنع في المانيا، والخامه الالماني بتكون احسن بشويه من الكرياتين الصيني. ايه هي فوائد الكرياتين في السريع؟ اول حاجه زياده القوه العضليه، تاني حاجه زياده الحجم العضلي، تالت حاجه زياده سرعه الاستشفاء، رابع حاجه تحسين الاداء في التمرين. والكرياتين فايدته ان بيملى العضله اللي اغلبها مكون من ميه بالميه، عشان العضله تبان معاك اقوى واكبر. الجرعة بتاعتك هتكون من 3 ل 5 جرام كرياتين في اليوم، ولو مش هتستمر لمدة على الأقل 6 شهور في الكرياتين يبقى ما تجيبوش. والكرياتين أكتر مكمل اتعمل عليه دراسات، وأكتر مكمل آمن. والكرياتين مش بيوقع الشعر ولا بيجيب أمراض، لكن لو أنت عندك صلع وراثي يبقى ممكن يزيد من تساقط الشعر عندك. ولحد هنا، سلام.